يا ريف الباز، تاجر الرمال. هاد السطل المعلومات عليه نادرة في الويب، وصورة وحدة اللي عنده كدور هي هادي اللي نشرنا. هو رجل الظل بامتياز وزعيم اللوبي المغربي اليهودي في واشنطن. هو اللي لعب دور الوساطة في البلان ديال البارح، ودفع الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بمغربية الصحراء، وعطى اليهود المغاربة هدية تاريخية اللي عمرهم ينساوها. المعطيات اللي توفرنا عليها كتشير على أن يريف الباز هو مستثمر ومصرفي مغربي يهودي حامل الجنسيتين المغربية والأمريكية. هاد السيد هو أخطبوط اقتصادي قوي، ناشر مجساته في القارة الأفريقية، وراعي قوي لمصالح وطنه الأم المغرب. كيفاش؟ أنا نقول لكم. الباز هو رئيس مجلس إدارة فور أفريقيا المغربية لتصنيع الأسمدة. هاد الشركة اللي تابعة لمجموعة إيكاب اللي مستحوذ هو على حصة كبيرة من أسهمها. عندها استثمارات بملايير الدولارات في دول جنوب الصحراء وغرب أفريقيا، بحيث كتمتلك المطاحن الكبرى لداكار والمطاحن الكبرى لأبيجان والشركة السنغالية للسكر، وحصص مهمة في الصناديق الغابونية للاستثمارات الخارجية. يعني الباز هو المسيطر بكل منازع على الصناعات الغذائية في الدول، وهذا الشيء يعني أنهم متحكمين في الأمن الغذائي ديالهم. الباز اللي هو صديق كوشنر من 2017 هو كيقود اللوبي المغربي اليهودي لهدف واحد، هو ضمان مصالح المغرب. هو اللي لعب دور الوساطة في هذا البلان، وانتزع الاعتراف المغربية الصحراء زائد همزة من عند إدارة ترامب ديال 3 مليار ديال الدولار غادي يتم استثمارها في المغرب على مدى 3 سنوات عبر الدي اف سي. الباز كلوبي يهودي كان عنده هدف ثاني، هو ضمان مصلحة اليهود المغاربة، بحيث دبر لهم على الرياضة ديال الرباط اللي استأنفت التنسيق مع تل أبيب في عيد حانوكا، وفتح لهم خطوط مباشرة بعدد 20 رحلة أسبوعية من تل أبيب للدار البيضاء باش يجيو يدوزوا عيد الفحص في المغرب بعد 60 عام من الشتات.